بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أنا طالع الفيديو ده أتكلم زي ما وعدت كده على الفيسبوك بإن أنا هطلع بلدي كده بصراحة أطرقع للي مش فاهم وبيتفلسف. لأن أنا لو هتكلم بناء عن علم وعن دراسة وعن سوق وعن حاجات كتير قوي يعني. فبالتالي مش موضوع ان انا مش هقبل النقد او مش هقبل الرأي الاخر والكلام ده، لا انا اقبله على دماغي. ف اتمنى ان الناس اللي هتسمع الفيديو ده تتقبل النصيحة بصدر رحب يعني، ما تهاجمنيش على الفاضي. طيب، دلوقتي انا لو هتكلم عن قصة ان ليه العقارات وصلت للارقام الخزعبلية اللي احنا بنسمعها دي. اولا عشان نكون متفقين، هي الارقام اللي بنسمعها ارقام واقعية مش خزعبلية. والغلاء اللي حصل في كل شيء هو حصل في كل شيء حرفيا، مش في العقارات بس. يعني الجبن غلت، السلع الغذائية كلها بلا استثناء غلت، اللحوم غلت، الفراخ غلت، البط، كل حاجة تتخيلوها ولعت. فبالتالي هو المتحكم الرئيسي أصلا المفروض اللي بيحدد القيمة الدهب والعقار. فكل حاجة ولعت، كل حاجة حرفيا بلا استثناء ولعت بطريقة بشعة. اشمعنى احنا واقفين واخدين موقف صعب جدا، ومش المفروض ان الموقف ده يتاخد من العقارات بس؟ ليه؟ رغم ان انا شايف ان ده غلط. طيب غلط ليه؟ واسعار العقارات وصلت للامر ده ليه؟ يا جماعه، السلع كلها والعقارات غلم بالطريقه دي بسبب التضخم اللي حصل في البلد. التضخم اللي حصل في البلد يعني باختصار كده وبالعاميه، هو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ويا ريته مقابل الدولار بس، ده هو مقابل كل العملات بلا استثناء. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فقط لا غير، هو ده التضخم بالبلدي كده. فاحنا علشان نبقى فاهمين الليله ان المؤثر، هتقول لي طب وانت واحنا مال العقارات ومال الدولار؟ مال العقارات ومال الدولار؟ لا. ازاي؟ انت يعني 80% من اللي بنستخدمه في البلد هنا بنستورده. باشا انت بتصلي على سجاده، السجاده دي من الصين مش من مصر، سجاده قماش اهي من الصين مش من مصر. احنا بنهري مع بعض، صدقوني والله اقسم بالله احنا شعب بنهري. يعني بنهري مع بعض بطريقه غير طبيعيه، في يعني في فكر مش طبيعي، حاجه غريبه بصراحه، اقسم بالله. فالتضخم اللي حصل ده والطفره اللي حصلت في الاسعار وفرق سعر الصرف، ده اللي خلى كل الناس بلا استثناء تغلي اي ممتلك هي ممتلكاه. ليه؟ لان هو لو ما غلاش وباع بالسعر العادي الطبيعي العادي، تمام؟ يعني مثلا قول شقه مثلا كانت بمليون جنيه مثلا، قفزت قفزه في سنه بالظبط او سنه ونص بقت ب 2 مليون جنيه. ليه بقى؟ لان هو لو باع بمليون جنيه وعمل فيها حسب الله الطيب وضحى وباع لنا بمليون جنيه الشقه، طب لو اخد المليون جنيه دي مش عشان يجيب بيها حاجه تاني، لا، لو اخد المليون جنيه دي عشان يشتري بيها دولارات كمثال، يشتري بيها دولارات او اي عمله ايا كانت، ايه اللي هيحصل؟ هيفقد قيمه. لو جاي يجيبها تاني الشقه مش هيعرف يجيبها، خلاص. فالناس اضطرت انها ترفع الاسعار يا جماعه، اضطرت انها ترفع الاسعار. مفيش، ما هو مفيش حل، مفيش حلول، لازم يرفع الاسعار. طيب، ده بالنسبه للتضخم. تاني حاجه ادت لارتفاع الحاجات دي وحدوث ركود مش طبيعي في السوق العقاري. ما حصلش قبل كده، يكاد يكون ما حصلش في مصر قبل كده اصلا. وعلى فكره الركود ده مش في محافظه بورسعيد وبور فؤاد لا 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 لا، الركود ده في مصر كلها. مصر كلها بتعاني من ركود، مش فقاعة عقارية، عشان في ناس بتفتي في الموضوع ده وهي لا، ما عندهاش ذرة علم. ايه هي الفقاعة العقارية اصلا؟ اللي مش موجودة في الشرق الاوسط اصلا. الشهادات البنكية، الشهادات البنكية اللي بقت بتعادل 30%. يعني بتاخد تلت فلوسك، حضرتك حطيت مليون جنيه بتاخد 30,000 جنيه في الشهر مش في السنة. طيب ال 30,000 جنيه دول، الناس بدأت تقيس، هو أنا لو حطيت مليون جنيه في البنك وطلع لي 30,000 جنيه، أفضل ولا لما أجيب شقة؟ هل الشقة هتغلى بال 30,000 في الشهر؟ طب هل الشقة هتدخل لي دخل لو أنا أجرتها 30,000 جنيه في الشهر؟ استحالة.
مستحيل. والا الشقه اللي بمليون في 5 سنين هتبقى ب2 مليون ونص. هي القفزه اللي حصلت دي مش قفزه عقارات، مش اسعار عقارات، ده يا جماعه اسعار دولار. ده اسعار دولار وتضخم حصل في البلد رهيب. واللي حصل في البلد ده بقى هو اللي تسبب في الامر ده. مش مش كون ان اصل الشقه قيمتها، ما فيش شقه قيمتها بتعلى بالمنظر ده، يعني مستحيل هتوصل 100 مليون جنيه بقى. احنا بقالنا الوفات السنين عايشين، الناس المخاليق الوفات السنين عايشين، ولحد دلوقتي الشقه ب 2 مليون و2 ونص و3 و4 و5. ما بنسمعش 200 مليون و300 مليون دول غير في القاهره وفي حتت بقى مش طبيعيه، يعني ما بتبقى فيلل ودنيا. تمام. دي الشهادات البنكيه. وقلنا التضخم اللي حصل طبعا. طيب الحاجه الثالثه بقى اللي يعني محتاجه وقفه بالمعنى الحرفي مع الناس. ايه الحاجه الثالثه دي؟ الحاجه الثالثه ان الناس بدات تلجأ لنفسها في التسعير. يعني ايه؟ يعني انا عندي شقه، ما بتصلش بوسيط عقار اقول له الشقه دي بكام، تعمل كام، خلاص دي بقت موضه. وللاسف بعض الوسطاء هم اللي تسببهم في الامر ده، في ان الناس اصلا تخاف تلجأ للوسيط العقاري لتسعير شقتها. تخاف، خايفه. ليه خايف؟ لان في بعض الوسط طبعا تجار، وده طبيعي على فكره. يعني هو ما بيرتكبش ذنب ولا بيرتكب حرمانيه ولا كبيره من الكبائر، لا هو تاجر، بيتاجر زي بتاع ما انت رايح لبتاع الجبنه الرومي بتشتري جبنه رومي وانت عارف ان هو كسبان منك. خليك ذكي يا جماعه، خلينا عندنا فقه، خلينا عندنا فقه والله. اقسم بالله احنا ما جبنا ورا غير بعدنا عن الدين وعن الفهم. اقسم بالله الموضوع اهون من كده. انت بتخش تشتري الحاجه، انت رايح بتاع موتوسيكلات مثلا او عربيات، رايح تشتري عربيه، حضرتك ما فاكر ان هو بيديها لك هديه يعني؟ ما هو بيديها لك بايه؟ مليون في المية فرق سعر. فرق سعر حلال، يعني هو بيبيع لك، يعني بيبيع لك السلعه برقم معين بس بيكسب منك. فانا ما بعيبش على الوسيط التاجر خالص، بس اللي بما يرضي الله ما يهطلش. يعني ما يجيبش شقه بمليون جنيه يبيعها ب 3 مليون جنيه ولا 2 مليون جنيه، يبقى راجل متخلف. ده بيساعد على ان التضخم ده يكبر اصلا، والاسعار تبقى مش في متناول اي حد والسوق يقف، فغبي. فاحنا بعيدا عن الشخص ده، عن التفكير ده عموما، لا خلينا في التفكير الايه الحيادي المنضبط. انا عايز اكسب يا عم اكسب، مفيش مشكله، بس ما يرضي الله. ما تهطلش في المكسب بتاعك، خلاص. ففقد الثقه اللي جه من الشعب او من العملاء في الوسيط العقاري او مسماه عموما، هو اللي خلى الناس بدأت يعني تقول لا طب انا الجأ ليه بقى الوسيط؟ انا هرفع بوست على النت ولا اعمل اي حاجه واجيب انا السعر اللي انا عايزه على اساس بقى حضرتك ان السعر بتاعك صح. لا السعر بتاعك غلط. ويا جماعه انتوا بوظتوا السوق اصلا. اقسم بالله اكبر عاملين اساسيين في خراب السوق حرفيا ان الشخص بيعتمد على تسعير العقار بتاعه على احتياجه الشخصي. دي مصيبه. انت معتمد على احتياجك الشخصي في تسعير عقار؟ ازاي يا جماعه؟ ده اقتصاد دوله، انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي حاجه. الحاجه التانيه المصيبه العظمى بقى، والله نسيت اقسم بالله. نيجي بقى للحاجه الرابعه كمان اللي تسببت في الركود اللي حاصل في السوق العقاري عموما. في يا جماعه ناس لبست لبسه مرعبه في الذهب وفي الدولار في سنه 2024، وبالاخص شهر اتنين شهر اتنين بالظبط، شهر واحد واتنين. ايه اللي حصل بقى؟ الذهب طلع لنقطة وهمية، نقطة ارتفاع وهمية. يعني ايه نقطة وهمية؟ يعني طلع لرقم خيالي لا يمت للسعر العالمي بأي صلة نهائي خالص. الرقم الخيالي ده كان 4150 جنيه و4200 جنيه للجرام ال 21. ده في سنة كام؟ احنا بنتكلم في كام؟ شهر 2 2024 مش 25. خلاص كده. فالناس، احنا المشكلة فينا كشعب مصري ان احنا بيحكمنا الرهبة والخوف شوية. بنخاف. تمام. فلما بنخاف ونهيب حاجة بنجري عليها كلنا. فده اللي حصل من الشعب، ان كل الناس بلا استثناء قعدوا بقى على رأي الدكتور احمد حنفي القيمة والقامة الاقتصادية الرائعة في مصر كلها، ربنا يجازيه خير ويبارك في عمره يعني. من اللي بنتعلمه منه. الناس لما راحت اشترت بالرقم ده
راحت اشترت الذهب بقيمه ملهاش علاقه بالسوق العالمي خالص ولا بالسعر العالمي. بيقول الدكتور احمد الحناتير بتوع الذهب عملوا بروباجندا جامده قوي، خلت كل الشعب بلا استثناء ينزل، لو اللي معاه جنيه بيروح يجيب بذهب. ليه؟ قال لك بس ده هيوصل خمسة ويعدي ستة، والناس بقى اتوهمت انه هيجيب ارقام خيالية بقى، خلاص بقى ولا ده انا هبقى ملياردير. فالدنيا كده تمام قشطة قوي. خلاص، وكل الناس راحت عملت ايه؟ عملت اللقطة دي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ قام نازل للنقطة الصحيحة، نقطة التصحيح، اللي هو نزل لحد 3300 جنيه. 3 303 و200 و3، وصل من 404 و200 ل 3 303 200. والله العظيم هذا حصل، وفي اقل من شهرين، ثلاث شهور تقريبا نزل النزله دي. دي نزله تصحيح، لان هو كان اصلا متسعر غلط، هم مسعرينه غلط علشان يكسبوا، والناس ما صدقت يا عيني. تمام. فده عمل ايه بقى واثر على العقارات؟ ايه علاقه ده يا عم مصعب بالعقارات؟ علاقته، لا ده علاقه وطيده جدا فوق ما تتخيل في الركود. اللي حصل ليه؟ لان الناس اللي جمدت في الذهب بالرقم ده، اول ما نزل جالهم جلطه. قال لك بس قسما بالله ما هسيح الفلوس دي لو الدنيا اتهبدت. مش هيحصل. يكش الدنيا تولع، انا مش هسيح فلوسي، مش هبيع تاني بالسعر ده الا لما يوصل للرقم ده. قعدت بقى الناس دي راكنه الفلوس لمده ايه؟ لمده سنه كامله. تمام كده. طيب سنه كامله اللي هو شهر 2 25 اللي احنا فيه. طيب الدهب طلع لنفس النقطه، بس المره دي الطلوع ده طلوع عالمي مش طلوع محلي. الطلوع العالمي ده، الطلوع العالمي ده يعني انت دلوقتي هو ده السعر الصح. الذهب ب 4000 جنيه، 400، ده سعره الصح الواقعي، اللي هو كان اتسعر السنه اللي فاتت وهو غلط. طيب هل بقى الناس اللي شاريه من سنه، خليك مركز معايا بس، انا باخد لك الخيط كده عشان افهمك الركود ده جه منين، بعض الاسس الاساسيه لحدوث الركود العقاري ده بالذات في البلد منين. لان ده عامل اساسي جدا على فكره والله، واللي عامل كده وشاري ومجرب اللي انا بقوله ده هيعرف ان الكلام ده كلام مدروس، مش كلام هوائي، مش كلام عشوائيات. فطبعا احنا عدينا سنه والراجل شاري الذهب بمليون جنيه مثلا، على انه هيزيد ويطلع للخمسه ويطلع للسته، وما طلعش، وهوب راح واقع، واصبح الوقتي عيله تاني اللي زي ما هو اشترى بالظبط نفس السعر بالظبط وفي نفس الشهر. تمام كده. طيب يعمل ايه بقى؟ يروح يبيع. طب لو راح باع استفاد ايه بعد ما باع اللي هو اشتراه من سنه بنفس الرقم؟ فالناس ماسكه في ايه؟ فلوسها متجمده فين؟ بالبلد كده يا جماعه، فلوس الناس متجمده في الذهب. فلوس الناس متجمده في الذهب. خلاص كده. طيب ومتجمده في ايه تاني؟ نفس القفزه، نفس القفزه الوهميه اللي حصلت دي في الذهب حصلت في الدولار. وفي نفس الوقت التوقيت الناس راحت قالت ولا ده الدولار هيجيب 100 جنيه، ده انا راهنك ده الشهر الجاي ده هيخبط في 100 جنيه، ده هيعدي ال 100. هو ايه ده اللي مان؟ هو انت في دوله ولا في كرخانه؟ انت في بلد يا ابني، انت في بلد. شاهد من الكلام، فالناس راحت جابت الدولار بالرقم اللي انا هقوله بالظبط، راحت جابت الدولار عند 73 جنيه. تخيل، جاب الدولار ب 70 جنيه وب 73 جنيه. ايه بقى اللي حصل؟ هم؟ قام نازل. انا اعرف ناس خسرانه بالمليون والاتنين مليون جنيه، وناس شغاله بره مصر، وخسروا ارقام اقسم بالله تموت بسبب الامر ده، انه بيستثمر في العمله. جاي يستثمر في العمله، هوب قامت العمله واقعه، باظت الدنيا. لان انت بتستثمر في العمله يا ابن الناس على السوق السوداء. انت ما هي ناقصه خراب، ما هو اللي خرب الدنيا السوق السوداء على فكره. ورب الكعبه الشريفه، اي بني ادم اقسم بجلال الله، اي بني ادم ما بيهمه غير نفسه ومعاه دولار هيموت والدولار يولع، كنز يا حبيبي كنز. معاه ذهب وهيموت والذهب يولع، كنز. كنز، انا عايزك تكنز مفيش مشكله، بس قسما بالله الخراب لما بيجي بيعم. اقسم بالله الخراب لما بيجي يعم بياكل الفقير وبياكل الغني وبياكل الطبقه المتوسطه، بياكل كل الطبقات. الناس دي بتساعد على الخراب قسما بعزة جلال الله. ده رابع قسم ولا خامس قسم اقسمه في الفيديو، لكن ده واقع، ده واقع. تمام. فدول عاملين اساسيين جدا في الركود اللي حصل في العقارات. طبعا انا مش عارف التايم كام، الوقت كام في الفيديو، فانا مش عشان ما اطولش اكتر من كده،
هنا هوقف الكلام خالص عن التضخم والركود والكلام ده، واكمل ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.